وفاء، على فكره ما عنديش مانع توصليني في طريقك يعني. سوري يا ابو الشوق، انت عارف ان انا من ساعه ما اتجوزت ما بوصلش رجاله بعربيتي. وحياتك عارف بس ازاي يا بنت تسافر اسكندريه من غير اذن؟ بابي انا ما بقتش صغيره. انا عارف انك مش صغيره، وده يخليك تعرفي الاصول اكتر. بابي انا ما بقتش فاهمه حاجه. حاجات ايه اللي انت مش فاهماها؟ معقوله يا دودي؟ جرى ايه يا جماعه؟ يعني محدش شايفكم اليومين دول. ايه ده؟ ايه؟ اوعي تحاولي تقنعي نفسك بطريقة عبد الوهاب فاجأتك. احمدي ربنا. المشكلة بقى ان الشقة دي عليها اقساط لسه كتير للبنك، غير كده بقى شوية الديكورات اللي احنا عاملينها والسيراميك والحاجات دي كلها. اعمل حسابك على كل ده وانت بتبيع يا محمود. انت مالك النهارده؟ حد مضايقك؟ اصل الواحده اللي زينا يا بيه رسمانها شرفها، من غيره ما تسويش حاجه. لكن اعمل ايه؟ ادينا اهو على قد ما اقدر بحافظ عليه. لا اذا كان الناس اللي بتشتغل عندهم مضايقين. الحمد لله على سلامتك، انت ما روحتش ولا ايه؟ اهلا، الله يسلمك يا مان. عينك تعالي اشتغلي عندي وهديكي 150 جنيه في الشهر. كم؟ قلت كام يا بيه؟ مالك اتسرعت ليه؟ 150 جنيه. 150 جنيه؟ وهتبقي مبسوطه قوي يا سعاد. ربنا يخليك يا بيه. طب فكري على مهلك وانا هتلاقيني هنا بكره طول النهار. ان شاء الله. عن اذن حضرتك. مع السلامه. مبروك.